بصوا يا جدعان، انا عايز اوجه رساله شكر لياس تروب اللي هو قال لك انا لا مش هاخد اجازه في فتره التوقف الدولي، وهلعب المباريات بتاعه كاس الرابطه عشان اشوف الناشئين اللي عندي واشوف مين فيهم حلو ومين فيهم وحش، واللي حلو اقدر اطوره واخليه لاعب جامد مفيش منه اتنين. فبجد شكرا جدا الراجل ده فتح عينينا على لعيبه في الناشئين بجد هم جامدين قوي. يعني عمر، سيد معوض، حمزه عبد الكريم طبعا ده كده كده اساسي، ابراهيم كاظم، سيبك بقى من كل دول. ابراهيم كاظم انا اتفرجت عليه، لا بجد لاعب جامد قوي. هو لاعب صغير في السن بس لاعب عنده امكانيات. اللاعب ده لو اتطور بجد هناخد نسخه منه مرعبه. اللاعب ده لسه صغير في السن، لسه ما عندوش خبره. الواد ده لو خد خبره مع المهاره اللي عنده مع القوه البدنيه اللي عنده، الواد ده هيبقى في حته تانية خالص. هو حته قد كده مش هقول لك لا، بس لاعب، لا انا شفت بيخش لاعب مع لاعب لا قوي، وبيقدر يفتك الكرة بطريقه جامده قوي. الراجل ده نشكره جدا، وبجد انت جاي تنجح مع النادي الاهلي. ايه اقل جمله ممكن اقولها لك؟ انت جاي عارف انت عايز تعمل ايه كويس يا راجل. ده انت حتى الناشئين حطيت عينك عليهم عشان تعرف مين اللي ينفع ومين اللي ما ينفعش. بجد شكرا يا ستروب، وبجد انت مدرب عالمي. وسلام.